بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اولادي واخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. بسم الله. الحمد لله. هنعمل حاله بقى طبعا كلنا بنعمله وكلنا عارفينه وما بنستغناش عنه يعني في رمضان، بس احنا هنعمله لكم بقى بطريقه مختلفه ان شاء الله. اعمله لكم بطريقه مختلفه وتعجبكم، ونعمله بالفواكه كده. اي شويه فاكهه عندكم، طبعا هي الكنافه اي حاجه بتليق معاها، يعني اي حاجه بتمشي معاها. معايا هنا نص كيلو كنافه، ممكن تعملوا ربع كيلو بس لو العدد عندكم قليل، يعني تعملوا ربع كيلو بس. يعني انا هعمل نص كيلو بس، ممكن احوش منه شويه لان انا مش هعمل كتير. لان هو هنحط له فواكه، اي فاكهه في البيت يا بنات عندكم ان شاء الله تحطوه. هقطعه كده ونرجع ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا حطينا سمنه يا بنات. انا مش هحمرها على البوتاجاز، انا هعملها في الفرن عشان ايه ما احط السمنه يعني كتير زياده عن اللازم. هحطها في الفرن واولع عليها الفرن من تحت واعليه، وكل شويه اقلبها لغايه ما تاخد لون ذهبي حلو كده، واطلعها ونشكلها معاكم بقى بالفواكه ده اهي، ونشوفها ونعمل لها كريمه جميله كده، كلها تبقى كريمه غذائيه حلوه قوي قوي ان شاء الله. هنا حطيت السمنه، والاحسن يعني ان يبقى سمنه بلدي. لما نيجي نعمل حاله يعني لو سمنه بلدي هتبقى احلى يا بنات، يعني هتفرق كتير قوي في الحاله بصراحه. هنا بقى انا احطها كده في الفرن وارجع لكم برضه. هحطها في صينيتين عشان ايه تبقى متفرده كده يا بنات. ادخلها بقى الفرن زي ما قلت لكم، وكل شويه هقلبها، كل شويه اجر الصواني واقلبها لغايه ما تاخد لون الحلو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا 3 كاسات حليب يا بنات، 3 كاسات حليب و3 معالق نشا و4 حبات بيض، لان البيض صغير، بيض بلدي، وحاطين فانيليا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسك الكلام ده كله نعمل فيه ايه يا بنات؟ نقعد نضرب لغايه ما ندوب كل حاجه، ونروح فين؟ ونروح على البوتاجاز. بنقعد نقلب يا بنات كده لغايه ما تلف وتبقى ايه كريمي. انا بعمل الكريمه دي، القشطه دي بعملها معاكم على طول. قشطه خفيفه ومفيده ومغذيه في نفس الوقت. بيض ولا بيبقى فيها ريحه البيض ولا اكنكم عاملين ما حدش يعرف ان فيها بيض، بس فيها قيمه غذائيه. هيبقى فيها قيمه غذائيه كده للكبار وللصغيرين. كده الكنافه في الفرن ما ننساهاش، كل شويه نقلبها كده لغايه ما تاخد اللون الحلو ده الكنافه بتاعتنا. والكريمه دي مجرد ما تلف معانا هنطفي عليها. ده السكر يا بنات 4 معالق حسب الرغبه طبعا. انا بحط على الكوبايه معلقه، بس انا مزوده معلقه عشان الفاكهه اللي عندي. الاناناس ما بقاش مسكر قوي، المانجا برضو اللي عندي مش مسكره قوي، التمر اللي مسكر. انا طبعا هعملها بفواكه مشكله كده. طريقه حلوه يعني، طريقه حلوه ان شاء الله. بس الفاكهه مش هنحطها الا لما نحطها على النار شويه تنزل الميه اللي فيها، عشان لما نحطيها ما تزردش ميه، تبقى يعني ايه مش ما تزردش ميه على الكريمه. واخدين بالكم يا بنات؟ هوريكم هنعمل فيها ايه.
احلى كريمه يا بنات تعملوها، وكلها قيمه غذائيه وفي منتهى الجمال. حليب طبيعي صافي، بيض، نشا، ما فيهاش حاجه تانية. ممكن نحط معلقتين زبده بلدي او معلقتين قشطه، وممكن ما نحطش، نخليها خفيفه عشان الكنافه فيها سمنه. انا هخليها خفيفه كده. خلاص كده يا بنات. بالنسبه للفاكهه اللي فيها نسبه ميه لازم نعملها كده، عشان لما نحطها على الكنافه تفضل الكنافه فيها القرمشه بتاعتها، والكريمه ما تزردش ميه تحتها ولا حاجه. واخدين بالكم؟ لكن التمر ما نعملوش. الموز مثلا ما فيهوش نسبه ميه، بس ممكن نعمله برضه، نعمل الموز برضه نديله يعني برضه تشويحه كده خفيفه. المانجا فيها ميه، الاناناس في ميه، يعني هي بس تشويحه كده بس كده يا سيدي، الصوص بتاعها كده. ونعمل بقى، نعمل لكم احلى كنافه ان شاء الله. على كل شويه يا بنات كده بنحط معلقه سكر، ماشي، معلقه واحده سكر، وبرده زي ما انتوا عايزين، بس عشان الحاله ده مش عايزين مسكر قوي. هي دي فاكهه، المفروض ما يتحطش عليها اصلا سكر، المفروض الفاكهه ما يتحطش عليها سكر، بس هي الحاله دي لازم نحط بقى ريحه سكر كده تشمعه كده، ما ينزلش ميه. خلاص يا بنات كده انا عملت الفراوله وعملت المانجا، ولسه هجيب الاناناس اعمله بقى. السيرب اهو يا بنات، عايزين بقى تحطوا الكنافه. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين تحميص الفرن شكله ايه؟ تحميص الفرن ما بتاخدش سمنه كتير منكم، وبتتحمص حلو، وفيها سمنه برده. مش هقول لكم ان هي ما فيهاش سمنه، هي فيها سمنه برده. ده نص كيلو كنافه، هنعمل بقى على قد ايه ما نشوف هيعمل لنا قد ايه. انا هعمل الصينيه دي ونشوف برده، اوريكم برده الشكل. لو عايزين تعملوا في كاسات تعملوا حاجه برده، انا مش الحلقه دي ان شاء الله تعملونا عشنا ولنا عمر في رمضان. كل عام وانتم بخير، وما تكتروش قوي السكر في الحاجات دي. وحطيت كده قيمه معلقتين سيرب اهو، همسكها ادخلها فيها كلها، اقلبها تقليبه حلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط طبقه كده يا بنات، هنضغطها بايدينا كده حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها تحفه السمنه بصراحه، والسمنه البلد عطيلها ريحه حلوه قوي كده. بس السيرب ما كنتش قلبته، المعلقه ما قلبتوش حلو، فانا هقلب السيرب تاني كده حلو. هما طبعا معلقتين اللي انا حطاهم بس عشان يتوزع عليها كلها يا بنات، يتوزع عليها كلها لازم نقلبها بايدينا حلوه كده، ونفرد بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل طبعا في الاول القاعده حلوه كده، وبعدين نعمل ايه، نحط قليل بقى. اهي يا بنات اهي. هنحط بقى الكريمه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بقى اي فاكهه عندكم زينوا بقى يا بنات. شوفوا انا هنا ده اناناس اهو، ده اناناس اللي هو الاناناس يعني الاناناس يعني. هنوزع كده تبقى فاكهه كده مشكله. هنعملها الوصفه دي طبعا جميله يا بنات قوي. بسم الله ما شاء الله. الوصفه دي حلوه قوي، كلها ايه بقى، بتاكلوا حاجه مفيده كده، مش حاجه مش بنعمل حلا وخلاص، لا. اهي
دي كده حطيناها اهي. نحط بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط برضو كنافه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. زعها كده يا بنات، شكل عشوائي يعني، ما هوش يعني ان احنا بنزين يعني. هنا الفراوله برضو اهي جميله اهي، اهي يا بنات. دي المانجا، افصل شويه بس عشان هي يا بنات النص كيلو كنافه. هنبقى هيعملوا صينيتين، هيعمل لي كذا واحده من دي كمان، ما اعملش الا صينيه واحده. وده اهي، ها ده نص كيلو. كنت مفكره انه كتير بصراحه قوي، ما طلعش كتير اهو. بس ايه رايكم في الوصفه الجميله دي؟ الوصفه دي اللي وصفه كده مفيده كده ما شاء الله، وشكله برضو كل حاجه ان شاء الله كده حلوه قوي. بس الكنافه ايه طعمها ايه، متحمصه كده، طعمها تحفه يا بنات. لا جميل يا خدتك جعزتني يا ولا، جعزتني يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ينفع يا ولاد؟ ينفع كده؟ ينفع ابني جاي من بره كده وانا بتكلم يقوم جايزني كده؟ ها؟ وبالنسبه ان احنا في رمضان ان شاء الله نعيشنا نعملها في رمضان، فاحنا انا من الناس اللي بموت في التمر بصراحه. ايه رايكم كده بقى؟ زينوا زي ما انتوا عايزين بقى يا بنات، ماشي؟ بالتالي كده انا مش عايزه اغطي على الكنافه قوي يعني، ولا اجيب حته اناناسه كده كمان ولا ايه، مش عارفه. انا سايبه حته مانجا من غير نار برضو اهي. هي يا بنات ايه رايكم؟ ينفع نقفل يا بنات من غير ما ندوق معاكم؟ ما ينفعش طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ بناكل بقى احلى حلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى حلا وافيد حلا تاكلوه. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه يا بنات والله العظيم تحفه. خدوا بالكم انا عندي موز، ما رضيتش احط موز عشان ايه ما بقاش يعني ايه هلكه الدنيا بقى كده كلها. شايفين الموز اعمله لكم وصفه لوحده مع حاجه برضه لوحده. شايفين بقى بناكل ايه؟ بناكل حاجه مفيده، حاجه مغذيه، حاجه تنفع قوي للصيام. وعلى فكره هي سخنه لسه، الكريمه والله سخنه. لو عملتها وكلتوها على طول في وقتها كده والله تحفه يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم؟ شايفين الطبقات من جوه، طبقات الفاكهه والحاجات اللي حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطوا لنا لايكات كتير قوي، وكل عام وانتم بخير، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.